السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب بخير دايما. طبعا احنا النهاردة الصبح صاحية بدري. صباح الفل، صباح الجمال. صباح جميل عليكم يا رب جميعا. النهاردة بقى طبعا احنا بنصبح، بس الاول كنا ايه؟ فطرنا، عملنا فطرنا، شربنا القهوة او الشاي بتاعتنا حسب ما انت متعودة. طيب بعد الفطار طبعا بنلم كده وبنجري ايه؟ هوا على المطبخ. اول حاجة بنجري عليها المطبخ بتاعنا. طيب طبعا الاكلات بتبقى سهلة، بس لما بتكوني محضرة لها بتبقى أحسن وأفضل وأسهل بكتير، وفي نفس الوقت بتوفر معاكي وقت. طيب أنا هنا عندي حاجتي كلها موجودة في البيت. طلعت لفة لحمة من التلاجة، كان عندي البقدونس وغسلته ونقعته. ضربت بصلتين في الكبة. طيب هنبدأ بقى نحضر. طبعا أنا مش رصة مقاديري كلها، أنا قلت أعملها معاكم واحدة واحدة على الهادي خالص. طيب أول حاجة إيه؟ طبعا أنا ضربت البصل، فأنا محتاجة مية بصل. فأنا كده على البصلتين اللي أنا عاملاهم هفكهم كده واصفيهم عشان اخد ميه البصل بتاعتهم. بصي اهو كده اهو. بصي اهو، هنزل كده بالبصل بتاعي يتصفى شويه عشان انا عايزه الميه بتاعته. بصي، وطبعا انا هستخدم البصل نفسه. بصي اهي. طيب عشان انزل ميه البصل دي بسرعه اعمل ايه؟ تعالي اقول لك نعمل ايه. كده بصي، هتجيبي كده معلقه ملح صغيره عشان ننزل ايه؟ ميه بصل بسرعه ما تاخدش معانا وقت. بصي اهي كده اهو، بس رشه صغيره. قلبيها كده على البصل وسيبيها ايه شويه، هتلاقي ايه؟ بينزل لك الميه. كده احنا هنسيب ده شويه كده. طيب كده احنا حاطين البصل اهو لحد ما ايه؟ ينزل الميه بتاعته. طب بعد كده ايه؟ بعد كده بقى يا شاطرين هبدا افك دي اطلعها. اجيب الاولى اللي انت هتستخدميها فيها اهي. عفوا. بصي بقى كده اهو. طبعا انت حسب كميه اللحمه. بصي ده كيلو لحمه. طيب كده اهو انا حطيت الكيلو بتاعي. طيب بعد كده بتعملي ايه؟ بعد كده بقى يا جماعه، انا اللحمه بتاعتي، بس هتكلم عن اللحمه الاول. اللحمه دي لازم تكون، بصي يعني دي حمرا شويه، يعني انا خدتش بالي بصراحه. هي كفته الحاتي عامه هشوف انا حته سمين ممكن افرمها عليها. في كفته الحاتي لازم يبقى فيها ايه؟ سمين شويه، حتى بتديكي طعم وتبقى صبع الكفته زي بتاع بره بالظبط. فانت كده دي لقيتيها حمرا كده، عندك سمين اضربيه في الكبه وانزلي بيها عليها. او انت عندك جزار قولي له ممكن تحطي لي حته سمين اضربها لي معاها. هو بيبقى فاهم. كفته الحاتي معروفه ان حته اللحمه بتبقاش حمرا قوي كده. طيب بعد كده ايه؟ بعد كده طبعا عندنا البقدونس بتاعنا ده اهو. طبعا انا نضفته دلوقتي، انا عارف ميه بخل. هروح اشطفه وارجع لكم. هنا حبايبي بقى هنبدا نتبل ايه؟ الكفته بتاعتنا. بصوا بقى، ادي اللحمه اهي. طبعا قلت عندك سمين انزلي بيه، او تبقي جايباها من الجزار فيها نسبه دهون. طيب بقى اول حاجه بقى بتعملي ايه؟ بصي اهو، احنا طلعنا ميه البصل اهو، هركنها على جنب. طب اول حاجه ايه؟ هنزل بالبصل بتاعي اهو. بصي يا فيش، انا خدت ميته وهنزل بيه على الكفته. ادي البصل بتاعي. طيب بعد البصل بقى هجيب كده البقدونس. ادي البقدونس اهو. هنا بقى نزلنا بالخضار بتاعنا. طيب فاضل ايه؟ البهارات بقى. البهارات دي يا جماعه بصوا دي ثابته معايا، دي انا ما بغيرهاش، بالذات في الكفته دي. بصي بقى في الكفته دي بعمل ايه؟ طبعا انتوا عارفين ان دي بصبحها وبعملها على سيخ وبشيلها. بصي بقى بهاراتي عباره عن ايه؟ الملح بتاعي. طبعا الملح انت عارفه الملح بتاعك قد ايه. ادي الملح. بعد الملح بقى ايه؟ هجيب فلفل اسمر، عايزه تحطي بابريكا حطي، عايزه تحطي حاجه من عندك ماشي. اجي شويه فلفل اسمر. طيب بعد الفلفل الاسمر بقى هجيب اخد ايه؟ هجيب معلقه نشا. ليه معلقه النشا؟ معلقه النشا دي بتمسكها معايا، بتخليها ايه؟ متماسكه، ما تفكش مني ابدا. بص اهي، معلقه نشا اهي، مش اكتر من كده. طيب وبعد معلقه النشا انا بمشي معاكي واحده واحده عشان ما تتلخبطيش. بصي اهي، هجيب كده كيس بيكنج باودر اهو. اهي وافتحه كده. بصي بقى اهو، واخد ايه؟ معلقه بردك. يبقى البيكنج باودر والنشا هيخليها تمسك وتنفش. بصي اهي،
ده كده معلقه ومع معلقه نشا وبيكنج باودر على كيلو اللحمه. طبعا والملح والفلفل دول ثابتين معانا، دول اساسيات اي اكل. طيب بعد كده هتعملي ايه؟ عايزه تحطي بابريكا. طبعا البابريكا احنا عارفين يا جماعه انها ما بتحميش، لكن بتدي ايه؟ نكهه بس كده. نشوف كده، دي ايه؟ دي شطه؟ لا مش عايزين شطه. بابريكا بابريكا، ايوه اهي. نحط شويه بابريكا اهو عشان تبقى ايه؟ الشيء لزوم الشيء زي ما بيقولوا. بصوا بقى كده. طبعا ايه؟ طبعا يا جماعه انا بقول لكم متعتي وانا بستخدم ايدي. بصوا كده. طبعا تقعدي تقلبي تتاكدي ان كل البهارات اللي انت حطيتيها وصلت لنسيج اللحمه من جوه. يعني لازم ايه؟ تتقلب تقليبه حلوه كده اهي كده اهو. شفتوا بقى الماتش امبارح يا جماعه؟ الماتش ده بصي كان حكايه، كان بصراحه في لعب يعني، كان جميل جدا وبالذات الشوط التاني. بصي اهي كده اهو. بصي انا لازم البهارات كله بصي تتاكدي ان هو يتوزع معاكي توزيعه صح. طيب كده اهي. طيب انت كده هتلفيها على طول؟ لا انا كده لازم اسيبها في التلاجة شويه. بصي كده هسيبها كده ايه في التلاجة كده شويه، بحيث ايه؟ حلوه تاخد في التتبيله شويه. بصوا بقى يا حبايبي، بما ان الكفته في التلاجة شويه، هنبدا نحضر ايه؟ هنصبحها ازاي؟ البصل ده هنعمل بيه ايه؟ تعالي اقول لك. بصي بقى، البصل دوت هتجيبي فيه، بصي يعني هنجيب كده ايه؟ معلقه سكر صغيره خالص. بصي كده اهي. بصي حاجه بسيطه اهي كده اهو. معلقه سكر، سكر. عايزه اقول لك هتبقى جميله جدا. بصي ونص معلقه صلصه كبيره كده، ونحط ايه؟ معلقه زيت. هتاخدي بقى الخليط ده كله كده زي الشطره وتقلبيه. بصي كده اهو. بصي يبقى اعمل كده، يبقى دي نية البصل اللي انا هصبع بيها ايه؟ الكفته بتاعتي. عايزه اقول لك بتبقى بصي بتديها ريحه وطعم ما اقولكيش. كده بقى احنا هنسيبها. طبعا بالنسبه للكفته هنا انا هلفها على ايه؟ بصي السياخ دي. طبعا السياخ دي انا جايبه كام واحد غسلاها بميه مغليه. بصي كده اهو. ودي اللي انا هصبع بيها، ودي الصينيه اللي انا هستخدمها. طيب هنروح بقى نجيب الكفته بتاعتنا اهي. بصي بقى يا ستي، ادي الكفته بتاعتنا، ادي الاسياخ اهي اللي انا هستخدمها اهي. اشيل بقى الطبق ده بص على نفسي كده. طيب هنبدا نعمل ايه؟ بصي بقى يا ست الكل، بصي طبعا من الاكلات السهله والسريعه اللي ما بتاخدش معانا وقت. احنا قلنا الاسياخ دي بنبقى غسلينها كويس قوي. بصي بقى بتجيبي الكفته بتاعتك، طبعا احنا مقلبينها ومية مية. بصي اهي بتجيبي كده حسب الكميه. طيب تاخدي هنا اهي. بصي بقى كده اهي، تبداي تصبعيها على السيخ بتاعك. ما عندكيش دوت معلقه اي حاجه يا جماعه، احنا عارفين كستات ما بنقفش، والله ما بنقف. بصوا كده اهو. طب وانا بصبع اهو الخليط اللي انت عاملاه ده، بصي صبعي بيه. عايزه اقول لك بيديها تيست حكايه وزي بره بالظبط. مش انت تبقي واقفه تلاقيه بيحط ايده وانت مش فاهمه هو بيلف ايه بيحط ايه على ايه. هي الخلطه دي بصي اهي. بصي عامله ازاي؟ بصي ولا فكه ولا بتقع ولا اي حاجه. طبعا احنا حاطين النشا والبيكنج باودر بيمسكها وينفشها عشان تبقى من جوه زي الفل. بصي عامله ازاي اهي. بصي الصبع بتاعي، بصي عامله ازاي اهو. تاني عايزه تحطي تاني اهي. بصي اهي. طب بصي اهي. طبعا الحجم بتاعها او كده انت حسب حريتك، عايزه تصغري عايزه تكبري زي ما انت عايزه. بصي اهي كده، واروح نازله ايه؟ بصي اهو في الصينيه. اعمل تاني واحد معاكم. بصوا ادي الكميه بتاعتي اهي. بصي اهو. طبعا طول ما انت شغاله هنا باخد من ميه البصل دي على الكفته. بصي اهي اهي. بصي ولا في حاجه بتفك ولا اي حاجه.
وقلنا لو ما فيش الصيغ دي على ظهر معلقه اي حاجه، الست المصريه بتتصرف. بصوا بصي عامله ازاي اهو، بس السيخ اهو. بصوا حبايبي كده انا خلصت الكميه بتاعتي اهي. بصوا عامله ازاي، بصوا الصينيه، بصوا متصبعه ازاي. طبعا دي احنا بنسوي على 180، حبه تحت وحبه بتطلع على الشبكه كده. طيب مع الكفته دي هنعمل ايه؟ مع الكفته دي هنعمل سلطه بطاطس. بصي اهي طبعا دي ما فيهاش اي حاجه خالص، بنجيب البطاطس ونغسلها، وهنكمل اوريكم الطريقه بتاعتها ازاي. على فكره من الاكلات الجميله جدا، وحاجه كده يعني انا شايفه انها بتبقى اخف من ان احنا نقعد نقلي بقى وكده، نخف الدنيا شويه. فقلت ايه اعملها بطاطس سلطه، ونعمل شويه مكرونه وطبق بقى سلطه خضراء كده، او نشوف هنعمل ايه. يلا بينا نكمل بقى الفيديو بتاعنا. وبكده حبايبي بصوا اهي انا سلقت البطاطس اهي، وبتهرسيها بتنعميها خالص، تم هراس بشوكه بمعلقه حسب ما انت عايزه. طيب انا عايزه اعمل بقى طبق سلطه ايه بمزاج كده، تحسي كده له طعم، على فكره بيبقى جميل جدا. بصي بقى طبق سلطه البطاطس دي يا جماعه محتاجه لايك بصراحه. طبعا انت لو اول مره تشوفيني ادعميني طبعا بلايك، سبسكرايب، فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. بصي اهو اهو، بصي انا كده بصي نعمتها خالص اهي كده، نامت معايا البطاطس. طيب البطاطس دي بقى بتتعمل ازاي؟ هنقول مقاديرها ونشتغلها واحده واحده عشان ما نتلخبطش. اسال انا البطاطس دي ما فيهاش اي قصه خالص، شويه توم، خل، كزبره، كمون. طب هنعملها ازاي؟ تعالي اوريكي بقى. نحطها على النار ايه ونشوف احلى واطعم طبق سلطه، طبق بطاطس هيعجبك فعلا كتير. يلا بينا. هنا بقى بصي حبايبي طبعا انا عملت المكرونه وما صورتهاش. بصي بقى هنعمل سلطه البطاطس ازاي. عايزه تجيبي سمنه، تحطي زبده حسب ما انت بتحبي. بصي بقى انا هحط انا بحب الزبده صراحه في السلطه يعني. بصي بنزل بقى بالثوم بتاعي، اسيبه كده يفك طبعا لان انا لسه بصراحه مطلعاه من الفريزر. اسيبه كده يفك مع بعضه. بصوا بقى هنا التومه فكت اهي. بصوا هنا يا جماعه كانك بتعملي ايه، دقه ملوخيه. بصي اهي هدي كده البصله، عفوا التومه ولا ايه. طيب بعد كده ايه هنزل بالكزبره. بصي هديها كده رشه كزبره حلوه. بصي اهو طبعا الكزبره هتديكي حاجه التومه غمقت، لا انت حمريها كانك بتقلي الملوخيه بالظبط. بصي كده اهي. عايزه اقول لك بقى ايه، طبعا احنا عارفين يا جماعه دقه الملوخيه دي لما بنعملها الريحه عامله ازاي، واحنا هنا لسه مكملين، احنا مش كده وبس. بصي بقى الجمال. لو عجبتكم بقى طريقه البطاطس دي عايزه تعليق عليها بالفيديو. لو دي عجبتكم يا ريت تعلقوا لي بقى بالفيديو وتدوني لايك كده وتشجعوني. بصوا اهي كده. بصوا بقى بصوا اللون، بصوا عامله ازاي. اوعي التومه تغمق منك او حاجه عشان ما تمررش. طبعا احنا كده خلاص، لا لسه هنروح فين، ده لسه كتير. بصي بقى انا مش قادره اقول لك الريحه عامله ازاي. طيب بعد كده بقى بصي اهي انا وصلت للون اللي انا عايزاه. بصي والتومه اهي ولا محروقه ولا اي حاجه. بصي اهي. طب بعد كده هعمل ايه؟ شويه خل اهو. بصي اهي، احيا الريحه، احيا الريحه يا جماعه. بصوا بقى هنا بقى هنبدا نحط ايه. هنا احنا حطينا الثومه وكزبره طبعا بالنوع الماده الدهنيه اللي انت عايزاه، سواء زبده، سمنه، اي حاجه انت بتحبيها، زيت ذره زي ما انت عايزه. ثوم وكزبره وخل. طب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده بقى هنعمل ايه؟ نظبط الملح بتاعنا والكمون. بصي بقى الملح، طبعا انت عارفه شويه بطاطس انت عاملاهم قد ايه. ادي الملح اهو كله هنا بقى في التتبيله. بصي ادي الملح، وبعد الملح هناخد ايه؟ رشه كمون او معلقه كمون. بصي طبعا انا مش ما صورتش المقادير كده، انا بحط ايه بايدي يعني زي ما انا متعوده. بصي هنا اهي. عايزه اقول بقى الريحه ايه، جباره. وطبعا من الحاجات اللي بتفتح النفس
ولما بنعمل البطاطس دي بنعملها من باب التغيير، يعني بنغير شويه، ما يبقاش شرط الكفته لازم نقلي بطاطس او كده، لا نغير بقى نعملها ايه، مره سلطه كده، مره نعملها سلطه مكعبات بالخضره تبقى جميله. تملي اقول البطاطس دي على طول في البيت ليه؟ لانها سبحان الله داخله معانا في كل اكل. بصي كده انا اهي، انا مش عايزه اكتر بصي من كده. انا عملت التتبيله بتاعتي اهي، دي اللي انا هنزل فيها البطاطس. بس هنزل البطاطس فيها على النار؟ لا، خليكي ست شاطره كده، لو انا نزلتها على النار هتكلكع مني. تعالي اوريكي اهي. بصي انا نزلتها من على النار، الخلطه بتاعتي اهي بصي عامله ازاي. طب بعد كده هتعملي ايه؟ بعد كده بقى زي الست الشاطره هتجيبي بقى كام بطاطسايه اللي انا سلقتهم اهو فرمتهم، بصي انزل بيهم كده، وكلي بقى ايه احلى واطعم بطاطس في الدنيا. على فكره ده انا ممكن بس اعملها كده سندوتش تبقى تحفه، بس انا عن نفسي بحبها، يعني انا كسوان بحبها قوي لان بيبقى ليها طعم وطعمها جميل جدا. بصي بقى اهي، وهي كده بقى النار بصي هتقعدي تقلبي فيها الخليط كله. على فكره انت هتحسي لا هي هتفك معاكي خالص، لكن انت لو سبتيها على النار هتكلكع منك. بصي اهي، بصي بدات تنعم معايا ازاي اهي. هي بعيدة عن النار بصي هتاخد التتبيلة كلها اللي احنا عملناها، توم كزبرة كمون خل، بصي ملح، بصي كمان عايزة تحط لها نعناع مطحون حسب ما انت عايزة. بصي ما هو الاكل ده مزاج يا جماعة، ما احنا قلنا كل واحد ما بنمشيش في الاكل واحد اتنين تلاتة، هو مش كتالوج حتى تفتحي وتعمليه، لا كل دار ولها مدار. بصي انا بتعلم منك انت بتتعلمي مني، لازم نفيد بعض. بصي بقى بصي نعمت ازاي، بصي عامله ازاي، بصي الجمال، بصي الحلاوه اهي، بصي كده، بصي بقت عامله ازاي ولا فيها حاجه كلكعت. هرجع بقى احطها هنا لما عاوز اخد من دي اهي، بصي اهي، بصي الجمال، بصي عامله ازاي. لما نعوز نسحب من دي بقى هتحطي منها طبق، تعملي سندوتش حسب ما انت عايزه. بصي الجمال. طبعا بقى انا مستنيه اخلص الكفته وايه ونصور الاكل كله مع بعض. وبكده حبايبي وصلنا لنهايه الفيديو. بصوا انا عملت مكرونه سباكيتي، طبعا طبق السلطه ده اساسي معايا مع الكفته. بصي الكفته عامله ازاي، بصي الصباع عامل ازاي، بصي الجمال، بصي بصي طبعا جميله جدا. طبعا طبق سلطه تاني، عملت سلطه بطاطس. ما تنسونيش بقى في اللايك وسبسكرايب وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ميرسي قوي ليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.